السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهاردة مع بعض. نبدأ الفيديو بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتقضى بها الحوائج. اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخير والبركة والرزق علينا جميعا يا رب، اللهم آمين. بدأت يومي طبعا بالدعاء الجميل: اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. عايزاكم يا بنات تداوموا على الدعاء ده، وبصراحة هتحسوا بفرق شاسع. هتحسي كده لو انتي قاعدة مش قادرة تقومي تعملي حاجة، قاعدة كسلانة كده ورددتي الدعاء ده كذا مرة، ربنا هيعينك وهيقويكي وهتقومي. وبصراحة هتحسي فعلا بفرق. اول حاجة عملتها معاكم ان انا بدأت الفيديو بالقهوة. انا كنت فطرت الحمد لله، كانت الساعة في الوقت ده 11:30، فكنت بقى فطرت كمان من بدري وقلت بقى ايه اشرب قهوة. فعملت بقى القهوة. عايزة اقول لكم لما بكون شارية قهوة فريش كده وتكون بقى متحمصة، يعني طازة ولسه مطحونة، بيكون طعمها حلو قوي قوي وبكون مشتاقة ان انا اشرب منها. فانا بجيب القهوة بتاعتي من الخيال وبجيب سادة فاتح. طعمها حلو جدا جدا، يعني عن تجربة. هاتوها وانتم مغمضين. المهم حطيت بقى القهوة جنبي وقلت بقى ايه، ابدأ معاكم تصوير الفيديو على طول علشان بس ايه الوقت ما يعديش مني، يعدي يعني في حاجة مفيدة. كنت قبلها بيوم جبت خزين الشهر بتاعي، الحاجات اللي ناقصاني، بس ما بجيبش حاجة زيادة ولا بأفور في المشتريات. هي الحاجة اللي ناقصاني بجيبها. جبت مكرونة رويال. عايزة اقول لكم انه من احلى انواع المكرونات، يعني ممكن تكون احلى من الملكة كمان. جميلة بجد، يعني ما شاء الله حلوة قوي. بتاخد سوا كتير وكمان مشبعة. مش زي انواع تانية انا جربتها الفترة اللي فاتت. الكيس كيلو كان عامل 26. وجبت كمان 2 كيلو دقيق. الدقيق ده انا جربته قبل كده، عايزه اقول لكم انه حلو جدا جدا عن تجربه. بس مش في الكيك، يعني هو عايز مخبوزات حلو قوي لان العرق بتاعه قوي قوي قوي، يعني اللي هو في المخبوزات بقى والفطاير والحاجات دي هيعجبك قوي. الكيلو كان عامل 17 جنيه، اصلا هو داخل عرض، هو اغلى من كده، يعني هو معدي ال20. جبت كمان ملح نور، اللي هو جبت العبوة كده فيها 3 علب مع بعضهم. بصراحة بيكفوني شهرين. فجبتهم كانوا ب26. بصوا الحاجات اللي انا فاكرة سعرها ومتأكدة منه هقول لكم عليه. الحاجات اللي انا مش فاكرة سعرها بقى فسامحوني. وجبت كمان فول وجبت عدس اصفر وجبت ذرة فشار. العبوة دي بتكون اكتر من نص كيلو، اقل من نص كيلو على حسب. يعني انت مثلا بتبدأي ان انت بيكون في ستاند كده وعليه عبوات. من العبوات دي بتبدأي ان انت مثلا يعني عايزة مثلا اكتر من نص كيلو بتدوري بتلاقي، عايزة اقل من نص كيلو برضو بتلاقي. بالنسبة يا بنات للناس اللي هي بتقول بيت الجملة غالي، عايزة بس اكلمكم في النقطة دي. يعني هو فعلا في منتجات اغلى من بره، بس احنا مش مجبرين ان احنا نشتريها. انما بيكون عندهم عروض حلوة قوي قوي، ويوميا عندهم عروض. فاللي يروح يستغل العروض، يعني انت هتستغل العروض الموجودة، هتاخدي الحاجات اللي موجودة في العرض. فهتحسي ان انت بعد ما اشتريتي شوية مشتريات هتحس فعلا بفرق. وهتحس بفرق لو انت اشتريتي طبعا كذا حاجة مع بعضها، انما مش حاجة واحدة. الحاجة اللي تلاقيها سعرها اوفر عن بره، لا هاتيها من بره طبعا، انت اولى بالفرق. انما معظم الحاجات اللي انا جايباها ديت داخل عروض. عايزة اقول لكم ان الصلصة نازل صلصة كده برضو منها مربى. مش متذكرة بصراحة اسم الشركة خالص، هبقى اصورها لوحدها. عايزة اقول لكم ان الصلصة فعلا تحفة، جميلة جميلة جميلة، والمربى طعمها في منتهى الجمال. وكانت اقل سعر موجود هناك. طبعا كانت داخل عرض، تقريبا كان خصم على كل عبوة 7 جنيه، سواء المربى سواء الصلصة، كل منتجات المصنع ده.
جبت كمان زيت. الزيت برضو كان عليه عرض، كان اللتر الكامل ب55، وكان ال750 جرام كانوا ب43، في الحدود دي. جبت بقى خل وادي فود، عايزه اقول لكم حلو قوي قوي، احلى من هاينز بكتير جدا. يعني مثلا لو حطيتي منه على السلطه، لو انت من الناس اللي بتحب تضيفي للسلطه شويه خل، هتحس فعلا بطعم مختلف. يعني حلو قوي، وكمان سعره قريب قوي من هاينز، تقريبا فرق 2 جنيه حاجه زي كده يعني. جبت كمان شاي اخضر من ليبتون، طعمه يا بنات في منتهى الجمال، غير اي شيء اخضر موجود. انا بقالي كذا شهر بجيب، لان بصراحة طعمه حلو قوي قوي. جبت كمان علبة سكر سويتال صغيرة كده، اوقات بكون عايزة يعني مثلا الشتاء جاي بقى، وبنشرب مثلا كذا مشروب في اليوم دافي، فمش كل مرة بقى هنفضل نحط مثلا معلقة ونص سكر، لا، مرة كده ومرة كده. جبت كمان البريكس. عايزه اقول لكم انا عمري في حياتي ما كنت اتخيل ان في مزيل بقع بالجمال ده. حلو قوي، بيطلع البقع بجد. لو انت عندك اطفال او بتعاني من موضوع البقع، هاتي بريكس وانتي مغمضة. سعره بالنسبة لكلوريكس وبالنسبة للأنواع التانية هو أقل سعر وأعلى جودة بالنسبة لي. وجبت كمان جيركن فيبا، اللي هو ال4 لتر ده، برضو كان عليه عرض. وجبت بقى باكت مناديل فاين في 3 علب، بس انا استعملت علبة. وجبت كمان بقى سبونجة المواعين دي. عايزة اقول لكم لازم تدوروا عليها وتلاقوا النوع ده بالذات. طبعا هو نازل انواع كتير قوي لشركات، اللي هي النوع الاسفنج مع الاستانلس، بس عايزة اقول لكم ان النوعية دي فعلا رائعة. انا عندي بقالها 3 شهور على الحوض، يعني انتوا متخيلين. وباجي بعد ما اخلص يومي ببدأ ان انا انقعها في شوية مية بخل مركز، يعني الخل بيكون اكتر من الميه شويه، وببدا ان انا ايه اعصرها كويس قوي، واحطها كده على الحوض، بحيث ان هي تصفي اي ميه فيها وتنشف خالص خالص. وده اللي ما بيخليهاش تعمل ريحه وتعيش معاكي. جميله، حجمها كبير اصلا، غير الاسمنشات اللي هما بيكونوا 2 مع بعض في كيس واحد. اي نعم، هي سعرها عالي شويه، بس بجد جميله قوي قوي. يعني بصوا، هي عندي فعلا بقالها 3 شهور، وكمان انا مش هرميها دلوقتي، لان هي لسه بنفس كفاءتها. الستانلس بتاعها زي ما هو، ما دابش ولا حصل له اي حاجة، رغم ان انا بستعملها يوميا وكتير جدا جدا. فهاتوها على ضمانتي، برضو هتعجبكم قوي. انا بقول لكم رأيي في كل المنتجات بصراحة، علشان يعني تكون شهادة حق، وفي نفس الوقت لو حد حابب يجرب حاجة يستفيد. هنا بقى كنت هعمل الغدا. كنت هعمل بقى مكرونة، وطلعت طبق ستريبس كده. يعني عايزة اقول لكم من التفريزات اللي هي مش بتاعة الشهر ده، بتاعة الشهر اللي فات. فكان باقي كده طبق عندي في الفريزر، طلعته. بصراحة قلت يعني شوية مكرونة كده، وكل واحد قطعة ستريبس، وشوية بطاطس محمرة، وشوية كاتشب، عسل قوي ونعمة وفضل من ربنا. زي ما بقول لكم، مش بان انتي مثلا تعملي لكل فرد مثلا قطعتين ستريبس او 3. لا، انا عندي اللي هي لو هتعملي قطعة واحدة احسن من ما فيش، او مثلا احسن من البيض جنب المكرونة، يعني اللي هو اوفر كمان. فعايزه اقول لكم ان انا عملت يعني كانوا حوالي 300 جرام ستريبس، وكلنا وشبعنا والله الحمد لله والشكر لله. اهم حاجة ان انتي بس تعملي الحاجة بنفس راضية كده، وتسمي وانتي بتعملي الحاجة، ربنا هينزل فيها البركة، وهتاكلوا وهتشبعوا، وهيبقى احلى اكل كمان. سلقت بقى المكرونة. من المكرونة اللي انا كنت جايباها في المشتريات، انا بصراحة ما كانش باقي عندي اي مكرونات خالص.
لو هتلاحظوا ان انا ما جبتش رز يعني في المشتريات بصراحة عندي، وكنت كنت جايبة شكارة رز. خلاص طالما الشتا داخل فهاتيلك بقى شكارة رز مثلا اللي هي ال25 دي، هتقعد معاكي طول الشتا. انا مثلا استعمالي في الشهر رز بستعمل 5 كيلو 6 كيلو في الحدود دي، فما شاء الله اللهم بارك هتكفي معايا طول الشتا. بصراحة في الصيف مش برجح خالص حكاية شكارة الرز ال25 دي، طبعا الجو بيكون حر قوي، ممكن تسوس لا قدر الله او كده. وعندي سكر برضو. بس ما كانش عندي بقى ايه اي مكرونات خالص خالص، فاستعملت بقى منها. جميلة بجد يعني، والله عن تجربة جربوها هتعجبكم جدا جدا. كنت عملت بقى الصلصة بتاع المكرونة. طبعا زي ما انتم متعودين معايا. حطيت شوية زيت طبعا، وصفيت الطماطم، وحطيت حوالي معلقة كبيرة صلصة. وحطيت شوية صغيرين قوي قوي من السبع بهارات، وشوية من الفلفل الأسمر. عايزة تحطي مكعب مرقة دجاج حطي، بيدي طعم للصلصة حلو جدا جدا بتاع المكرونة. بس وهي دي صلصة المكرونة بالنسبة لي. حابة تقطعي مثلا قرن فلفل حامي حطي. انما بصراحة انا علشان الولاد يعني مش بحط اللي عايز. مثلا ممكن يرش ايه حاجة بسيطة قوي كده على الطبق بتاعه اثناء الاكل يعني، انما مش بجبر الكل ان هو ياكل حامي. قطعت بقى بطاطس بالقطاعة بتاعت اللي هي المشرشرة دي، اللي هي بتقطع بيها اللفت المخلل. عايزه اقول لكم بتقطع البطاطس حلو قوي، وكمان يعني لو انت عندك اطفال هيحبوا شكلها قوي، بيكون شكلها جميل جدا جدا. حمرت بقى البطاطس، وهنا طلعت بقى الستريبس، كانوا تقريبا 7 قطع. فحلوين قوي زي ما بقول لكم، احسن من ما فيش. وكلنا وشبعنا والله الحمد لله والشكر لله. هنا طبعا انت لما بتحطي القطع بتحسي ان هي منفوشه شويه. اول ما بتبدا تستوي بتبدا ان هي ايه تكش حاجه بسيطه، فحطيت بقى باقي الكميه اللي كانت معايا في الطبق. كانوا 3 قطع. مش صح ان احنا نحط حاجه نيه جنب حاجه خلاص يعتبر دخلت في السوا وهتتشال من الزيت. يعني انا برضو بكلمكم بصراحة، بس ايه انا قلت بقى يعني مش هتستاهل ان انا يعني اسويهم لوحدهم في قلية لوحدها يعني. حمرته. عايزه اقول لكم ان كان دايب، وكان طعمه في منتهى منتهى الجمال، حلو قوي قوي. ربنا يا رب يديمها علينا نعمه ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. جبت بقى الاطباق دي وقلت يعني اغرف كده المكرونه، جنبها قطعه الاستريبس، و جنبها ايه البطاطس المحمره، وخلاص يبقى كله كده ايه في طبق واحد، اللي هو طبق الوجبه ده. من وقت للتاني على فكرة بحب أغرف بالطريقة دي، بحس إن كل واحد معاه طبقه هو حر فيه. يعني غير بقى مثلا ما احط طبق بطاطس وطبق الستريبس لوحده واطباق المكرونه، فبالنسبه لي كده افضل بكتير طبعا. شايفين بقى المكرونه اصلا مفرفره ازاي وجميله ما شاء الله. انا عملت بصراحة الكيلو كله، طبعا بيكون كتير علينا. بس انتوا عارفين بقى طبعا الولاد يعني الدروس بقى ورايحين جايين طول اليوم، فبصراحة بيجوعوا اصلا، والجو بدأ يسقع شوية بالليل، فالسقعة برضو بتجوع. فقلت يعني يبقى موجود برضو بزيادة، لو حد مثلا من الولاد جاع بالليل ولا حاجة، شوية مكرونة مثلا واعمل لهم طبق سلطة. ويعني برضو يبقى يعني حاجة كده من البيت وحاجة زي الفل. يعني ادعوا دايما ربنا بالبركة، ان ربنا يبارك في رزقنا جميعا يا رب اللهم امين. الرزق كده كده جاي، وربنا ما بينساش حد ابدا ابدا. و اما نيجي ندعي ربنا ان ربنا يبارك في رزقنا. اهم حاجة البركة فعلا والله. الحمد لله على كل حال، وربنا يا رب يرزق الجميع بحق لا اله الا الله. عملت كمان عصير جوافة بليمون. يعني قللت السكر فيه على قد ما اقدر. بس ده كان غدانا بقى النهاردة. نعمة وفضل من ربنا. وبرضو قلت هنا اعمل
جيلي. الجيلي ده عندي بقاله شهرين، يعني متخيلين في المشتريات بتاعت الشهر اللي فات لا اللي قبله. فقلت بقى لا هطلعه واعمله النهارده. زي ما بقول لكم، يعني الولاد بيكونوا جايين اصلا مرهقين اخر اليوم، فيلاقوا كده حاجه ترطب على قلبهم، تحسسيهم ان انتي قاعده فعلا مهتمه بيهم وعايزه تفرحيهم لما يرجعوا بابسط الامكانيات. يعني كيسين جيلي حاجه حلوه وحاجه زي العسل. انا بس بديكوا افكار زي ما بقول لكم، والله مش بعلم حد ابدا، عفوا. يعني انا بديكوا افكار. بس كده. ده كان الفيديو بتاعي النهارده. انا عارفه ان انا رغيت كتير قوي، بس والله بحب ان انا اتكلم معاكم بجد من قلبي. اشوفكم على خير. مع